عقيد كمال، إعلان ضباط الجيش الليبي رئيسا جديدا لأركان الجيش الوطني يطرح أسئلة حول دوافعه وخلفياته قبل أيام من الاجتماع المقرر الأحد المقبل. مساء الخير. من حق كل مدينة طبعا تعقد مؤتمر، ومدينة البيضاء انعقد فيها مؤتمر مرتين من المدة الماضية. المؤتمر عقد لتقريب وجهات النظر وإعلان توصيات ترفع للمؤتمر المزمع إقامته إن شاء الله يوم 20 في مدينة بنغازي، اللي إن شاء الله حيتمخض عليه توصيات مهمة لإعادة هيكلة وبناء الجيش الوطني، كذلك اختصاصات وزارة الدفاع اللي ما كانش عندنا وزارة دفاع في الآونة الأخيرة 40 سنة الماضية. ولكن هناك كلام عن صراع أو حرب خفية بين أعضاء الجيش السابق ووزارة الدفاع، ما صحة ذلك؟ وهل هي تقف وراء هذا الإعلان اليوم؟ لا يوجد صراع بين وزارة الدفاع وآخرين، الأمور إن شاء الله مستقرة. ونحن عندما تم تكليفنا بهذا المؤتمر رفعنا خطاب إلى السيد رئيس المجلس الانتقالي وأثنى على هذا المؤتمر وأتمنى له التوفيق، وإن شاء الله سوف يجتمع الجميع لإفراز قيادات يرفع هذا الإفراز إلى السلطة السياسية التي هي بدورها هي التي لها الحق في تعيين أيا كان في أي منصب، فهذا عمل الساسة وليس عمل العسكريين بالنسبة لهذه المناصب الحساسة. نعم، في إطار آخر، إلى أين وصلت مسألة جمع السلاح وموضوع الأمن؟ هذا من ضمن البنود المدرجة في جدول أعمالنا في المؤتمر إن شاء الله، كيفية أو الآلية التي يتم بها ضم الثوار والسلاح لانطواهم تحت جناح الجيش الوطني بإذن الله. شكرا جزيلا لك كمال الأخضر، العقيد كمال الأخضر، رئيس لجنة تحضيرية لمؤتمر الجيش الوطني، كنت معنا من بنغازي.